كل الكلام اتقال على عشرة الأندال. يا صحبة الشوم والعيبة، عاملين علينا أبطال. كلام لجمهور الزمالك. قلت لك القيد مش هيتفتح، قلت لك مش هنجيب صفقات، قلت لك هنكمل بالفرقة دي زي ما هي. صدقت كلامي؟ مرتضى منصور خارج نادي الزمالك. مرتضى منصور خارج نادي الزمالك بعد ما حس ان الخراب قادم لا محالة. احمد فتوح واحمد السيد زيزو بنهاية الموسم هيجيلهم عروض وهيمشوا. الزمالك مش هيقدر يدعم لعيبة. الكلام اللي مفروض يسمعه جمهور نادي الزمالك، انت مفروض مشجع لنادي الزمالك مش مشجع لاشخاص. يرحل من يرحل. عايزين نتفق على حاجة جمهور الزمالك يتفق عليها، ان انت صاحب الكيان. اي حد يخرج يهاجم نادي الزمالك، يخرج يتكلم على نادي الزمالك لان في مشاكل بالجملة. نادي الزمالك متقسم جوه النادي وجوه الجمعية العمومية لعصابات، واحنا كجمهور احنا اللي بندفع الفاتورة. احنا هنكون ورا نادي الزمالك وبس، واللي موجود هيتدعم عشان خاطر نادي الزمالك وبس. واي حد يطلع يجرح او يتكلم على نادي الزمالك لازم يكون عليه هجوم شديد جدا. جمهور الزمالك انت اللي هترجع هيبة نادي الزمالك، انت اللي هتخلي كلمة نادي الزمالك مسموعة، انت اللي هتدي القوة والدفعة للي موجود على رئاسة نادي الزمالك، لان انت اللي بتديله القوة في الرأي، بتكون معاه وفي ظهره وبتدعمه من اجل نادي الزمالك. اشخاص ترحل واشخاص تأتي ويبقى نادي الزمالك. عاش جمهور نادي الزمالك، ويا رب تكون الرسالة وصلت لجمهور نادي الزمالك. احنا متقسمين للوايت نايت، ومتقسمين لجمهور مرتضى منصور، ومتقسمين لجمهور العتال وممدوح عباس والكارهين لمرتضى منصور، ومتقسمين كمان للجمهور الحقيقي اللي بيعشق نادي الزمالك وما بيهموش اي صراعات ولا اي كلام ولا اي اشخاص غير نادي الزمالك. عاش الزمالك، والزمالك يمرض ولكن لا يموت.